ان احنا بنحب الرئيس، بنحب البلد وخايفين عليها، مش عايزين اي حد غريب يمسك البلد غيرنا. فالفكره ان انا اسست حمله اسمها مصر بتناديك يا جمال، فلقينا اقبال الشباب عليها كان كتير قوي والتوقيعات زادت عليها. فبعد التشاور اندمجت الحمله مع حمله مصر تتطلع لبدايه جديده اللي المديره بتاعتها الاستاذه مروه هدهد، وقررنا ننزل للشارع نلم اكبر عدد من التوقيعات عشان نجمع 5 مليون توقيع. احنا اطلقناها الاول على موقع الكتروني صوتك امانه، في خلال ساعات عمل 6000 توقيع، وبعد كده ابتدى الموقع يجمع توقيعات، ولقينا العروض جايه لنا من ناس كتيره في جميع المحافظات بتطلب تدعيم الحمله للنزول للشارع ولم التوقيعات. انا عايز اخلي جمال مبارك يمسك البلد، عشان لو الرئيس لو مات ابنه يمسك بلده. لا وايد لا رافض ليه؟ مش في الدورة دي حضرتك. أي حد ياخد حقه في الدورة دي. وإحنا موافقين على جمال كشخص وكفكر كشاب إن هو يغير من مستوى الشباب كلها، بس مش في الدورة دي. بلدنا مش متورث. انا حريص جدا ان انا اخد توقيعه برفضه، وده عشان يبقى الحمله اللي موجوده حمله فري حره، ان اي حد عايز يرفض احنا تحت امره. احنا كلنا مع جمال، مش عشان الاستاذ ذاكر، لا احنا عشان الراجل دوت شبعان. احنا لسه مش هيجي لنا واحد يسرقنا والعمليه اصلا مش مستحمله. يعملوا ايه بقى؟ لو عاوزنا حاجه بيجيبوا لنا، لو مشروع اي حاجه بيساعدونا في عيالنا، لو عاوزنا نمشي ولا حاجه بيجيبوا لنا على كل حاجه. احنا عاملين حمله لتأييد السيد جمال مبارك لترشيح رئيس الجمهوريه. لو السيد الرئيس ما تمش ترشيحه بنجمع توقعات الحمله دي على مستوى الجمهوريه. اول ما نزلناها في منشيه مصر. كل الناس بتتجاوب معانا لان طبعا هم حابين الموضوع دوت، وكله عايز الرئيس او السيد جمال مبارك، لان هم خايفين على البلد برضه. فكر جديد هو مطلوب طبعا، مطلوب التجديد طبعا. الفكر الجديد مطلوب طبعا، بالذات في شعب مصر. الشعب بيحب التجديد جدا. اللي بيدعم المنطقه دي الاهالي، كل فرد من افراد المنطقه بيدعم المنطقه بتاعته، بيعمل التوقيعات دي. حمله جميله بتاعت جمال مبارك. ايه بتاعت مبارك. ايوه حلم يصلح بقى، ربنا يزيده يعني ويصلح اكتر واكتر ما كان الناس كلها موجوده يعني. عايزين نجمع 100,000 توقيع من منطقه منشيه نصر والجماليه. حتى الان مجموع التوقيعات في منشيه ناصر 6800 توقيع في 3 ايام.